مساء الخير. في ساعات كده واحد يكون مضغوط نفسيًا والدنيا شادة عليه، ويصلّي كده لربنا ويقول له من ضيقه يعني يا رب أنت خلقتني عشان تضايقني، و وياخد همومه دي ويعني يروح يشكيها لواحد صاحبه، وللأسف بيلاقي الرد بيكون صعب أوي، يعني يقول له مالك متضايق ليه؟ ما كل الناس شايلة ومتضايقة يعني ليه شايل هَم كده؟ بصراحة أنا قعدت أدوّر في كتاب مقدس يعني في ردود كده مثلًا حد جه المسيح وهو شايل ومهموم وبيعيّط والدنيا حَط عليه والمسيح قال له يعني قعد يقارنه، يعني بالعكس كان بيقعد يطبطب ويحضن، فساعات بتبقى الردود صعبة يعني ال ال بتزوّد الألم على الإنسان يعني. يعني في آية عظيمة في الكتاب المقدس بتقول لك: "الله ميّز أتقياءه." فما ينفعش أنا ربنا يكون ميّزني في جيناتي الوراثية في بصمتي اللي ما اتكررتش من ساعة الخلق، وأنت تيجي بمنتهى السهولة حد ييجي لك وهو تعبان ومتضايق وتقول له أصل فلان برضه تعبان زيك. يا جماعة الردود الحلوة أحسن حاجة يعني. يعني الناس تعبانة، خفّفوا على الناس، احضنوا، طبطبوا، قُل له أنا معاك، قُل له أنا حاسس بيك، قُل له يعني الله يكون في عونك، قُل له شيلتك صعبة. بلاش بقى الردود اللي هي أنت يعني بتقارنه بحد متألم يعني. أنا مميز عند ربنا، ما ينفعش أنا أكون مميز وربنا ما قارنّيش بحد وأنت تيجي تقارنّي في آلامي يعني. يعني أرجوكم خليكم مُعزّون مُريحون، بعد إذنكم يعني. صح الكلام؟ سلام.